أشكركم. أنا لا أريد أن أطول، يبدو أن جينا إلى نهاية هذا المؤتمر وجينا إلى هذا. طبعا كما أشار إليها أستاذ الوالي اسطنبول علي يرليقيا، نشكره على حضوره. كما أشار إليه، لطالما كانت اسطنبول نعمة المضطهدين، وكذلك للقادمين من تركستان الشرقية وفي أوقات مختلفة. تم تشكيل مجموعة مهمة من الأيغور تتكون من أولئك الذين جاءوا من الستينيات أو من الخمسينيات، حتى من 1952 جاء أول لجنة شكلت هنا، وجعلوا وأعطوهم له مقام الساكنين المستقرين ودائمين، يعني الإقامة الدائمة أعطيت لهم، حتى بعد قليل أعطيت لهم الجنسية. طبعا لطالما كانت قضية الأيغور إحدى القضايا المهمة والحساسة بين السياسيين الأتراك، دائما هذا كان حتى في تركيا، أن تجعل ما بين الإسلاميين وبين القوميين السياسيين الإسلاميين، دائما قضية الأيغور هي قضية مهمة. نود أن نشكر اتحاد العلماء المسلمين والعالم الذين اهتموا بقضية تركستان الشرقية. في الواقع أتمنى لو أن كل الدول الإسلامية قد أظهرت وحدتها مثلما هذا العلماء المسلمين يظهروا هذه الوحدة. كان أستاذ الوالي يظن أن الأيغور فقط كانوا يهتموا بهذا الشيء، وما كان يعلم كل المستمعين يعرفوا اللغة العربية أيضا. يعني هذا ليس قضية الترك فقط، قضية الأمة، هذه قضية المسلمين كلها. وعلينا يعني كل المسلم، إما أيغور، إما باكستاني، إما هندي، إما أي مسلم في العالم يضطهد أو يضطر من أي ظلم، نحن كلنا معه، لأن كل المسلمون جثة واحدة. نحن عندما نهتم قضية السورية، نحن لا نقول هم أعراب، لا عرب، لا، هم مسلمون، المسلمون الذين يضطروا من هذا الظلم، وعلينا نشعر أننا جثة واحدة، وأي عضو في هذه الجثة تتألم كل الجثة. كلهم لديهم تحفظات على الصين، كل الدول الإسلام للأسف لهم تحفظات على الصين، في حين أن الصين بحاجة إلى المسلمين أكثر بكثير ما تحتاجه الدول الإسلامية، ولكن لا يشعرون دول المسلمون لا يشعرون، إما لا يشعرون أو في مصالح أخرى. كل دولة إسلامية هي المشكلة، لا يوجد أي دولة تشعر بأنها تمثل مصالح المسلمين كمسلمين، لا، أصبح كل الدول الإسلامية للأسف دول قوميون، والدول القوميون لا يتحملوا مسؤولية تمثيل الإسلام والمسلمين، ولهذا لا أحد مثلا يتحمل أي شيء، أي من المسؤولية أو من العبء أو من أي وظيفة تجاه أي هجمات على المسلمين أو أي كراهية المسلمين أو كراهية ضد الإسلام والمسلمين. في الواقع إذا عرف المسلمون قوة الوحدة في هذه القضية، فيمكنهم طرح حضور أكثر فاعلية في العديد من القضايا. عندما يتحدون ضد إسرائيل مثلا على سبيل المثال، يمكنهم أن يجعلوه يتراجع خطوة إلى الوراء، لكنهم ينهارون حيال ذلك، وإسرائيل لا تتردد. وعندما إسرائيل أو أي القوات الأخرى، إما الصين أو الهند، لا يعلموا إلا باللغة القوة، وعلينا أن نكون القوة تتوحد. لو قوتنا تتوحد، إما القوة المالية أو السياسية أو الواقعية الفعلية العسكرية، عندما نكون وحدين أكيد هم سيترددوا. لقد وضع الموقف الأخير تجاه الهند نموذجا جيدا. مثلا هذا النموذج الذي في الهند، أنتم قد سمعتم ما حصل في الصين عندما هاجم المتحدث الرسمي للحزب الحاكم
ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة رضي الله عنها. يعني الأقوال الذي قال لا شك كان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما وقع هو شيء نموذج تمام. الرد الفعل من الشعوب الإسلامية أو من المجتمع المدني الإسلامي كان نموذج، وكان ما يتحقق دائما. ونحن من المعتاد في مثل هذا الواقعات نرى هذا الشيء. الحمد لله عزة المسلمين لا تنهار، ولكن لا يخاف من هذه فحسب. عندما سمعنا قطر وإيران مع كل أخطائها في سوريا التي ترتكبها وفي اليمن وفي ليبيا، ولكن في هذا الإطار قطر وكويت وإيران عندما استدعوا السفراء الهند في وزاراتهم الخارجية، هذا أثرت على موقف الهند. ورأينا البيان من حزب الحاكم في الهند، وقال تراجع عن موقفهم وقال نحن نحترم كل الأديان ونحترم الإسلام والمسلمين، ولا نرضى بأي شخص من حزبنا أن يسب أي مقدس أي دين. هذا موقف جيد، ونحن لا نطلب من أي أحد يسب مقدسات أي دين آخر. يعني نحن نحترم كل المقدسات، كل الناس احترام بمقدساتهم. ولكن عندما حصل هذا التراجع هو نموذج. لا شك الهند تحتاج المسلمين، لا أقول الإسلام، تحتاج المسلمين كشعوب. المسلمين الآن يشكلوا تقريبا 2 مليارين من النسم العالم، وهذا 2 مليارين لا يمكن أن يتجاهلوا عنه ولا يستنكروه إلا يعني يحترموه. ولكن هؤلاء المسلمين من يمثلهم سياسيا للأسف في فراغ هناك. وعلى دول الإسلام أن نضغط كشعوب، نضغط على دولنا أن يمثلوا حساسياتنا، أن يتحملوا مسؤولية تمثيل المسلمين. دفعت قطر والكويت وإيران الهند دعت إلى التراجع، كما أعربت السعودية والبحرين عن ارتياحهما لهذا القرار أيضا. لسوء الحظ فإن دماء المسلمين هي الأسهل التي تراق، وإن جاز التعبير أرخص دماء في العالم اليوم للأسف. أسهل الحقوق التي يتم انتهاكها هي حقوق الإنسان للمسلمين، لكن للأسف فإن الدول الإسلامية نفسها هي التي تنتهك حقوق المسلمين أكثر من الدول الأخرى، وتسفك دماء المسلمين أكثر من غيرها، كما أشار إليه أستاذنا عزيز سيف عبد الفتاح عن ما يجري في بلادهم وفي كل البلاد المسلمين الآن في سوريا واليمن وليبيا والعراق. يسفك دماء المسلمين ليس من قبل حكام الدول الأخرى، ولكن بسبب النزاعات بين الدول الإسلامية نفسها، بين إيران والسعودية كل الذين لا يتفقوا على شيء ويحارب بينهما. والآن للأسف دم المسلم يصبح أرخص دم في العالم. في هذه الندوة تمت مناقشة انتهاكات الصين الشديدة لحقوق الإنسان ضد المسلمين في تركستان الشرقية في كل جانب، لكن الجانب الأكثر أهمية في اعتقادي كان اللامبالاة التي أبدتها الدول الإسلامية بشأن هذه القضية. من المحتمل أن تكون الدول الإسلامية قوية جدا في الواقع، الصين بحاجة إليهم أكثر مما تحتاجه الصين، لكنهم إما أنهم غير مدركين لهذا الأمر لقوتهم الواقعية، أو لا يظهرون وجودا لأن كل منهم يعمل بمفرده. اليوم أصبحت دول الخليج والدول الإسلامية في شمال أفريقيا وآسيا حلفاء مستهدفين لا غنيا عنهم للصين التي تبحث عن بناء عالم جديد. ومع ذلك أستاذ أسامة عبد الشافي يعني وافق كل ما قال يعني من هذه تحليلات عن الموازنات الدول واستخدامهم لهذه القضية والفرص الذي بيد المسلمين بيد عالم الإسلام لا تحصى. ولكن علينا أن نجمع هذه الفرص ونستغل
تلك الفرص. في أي من هذه العلاقات لسوء الحظ لم تفكر هذه الدول مطلقا في فتح قضية الأيغور أمام الصين، وقام العديد منها بتسليم الأيغور الذين لجأوا إلى بلادهم عند الطلب، حتى أن البعض منهم للأسف لديهم مراكز احتجاز خاصة للأيغور. هذا لا يخفى على أحد نيابة عن الصين. لدي الصين حججها الخاصة طبعا حول قضية الأيغور، لكن هذه الحجج لا تغير حقيقة وجود انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان لا يمكن إنكارها أو إخفاؤها. حتى لو تم الاحتفاظ بهذا كملف في العلاقات على الأقل، ستنتظر الصين في إعادة النظر في سياساتها بشأن هذه القضية. لو كانوا كل الدول عندما يدخلوا إلى أي مفاوضة وأي غرفة للمعاملات بينهما، لو يستخدم دول الإسلام يستخدم ولو يشير إلى ملف الصين ماذا يجري في الأيغور. أنا أعتقد للأسف في تلك العلاقات الدبلوماسية هذا غير وارد، غير خارج الإطار دائما. لا أحد الدول المسلمين ما في قضية كما أشار إليه سماحة البشر، في قضايا كثير، يعني قضية فلسطين وقضية الأيغور، قضية كشمير وقضية الميانمار، الآن القضايا كلها نعاني منها كمسلمون. ومن القبيل لو المسلمون يتوحدوا يعني يشعروا بالإمكانيات الذي يمتلكوها، والله لكانت العالم تختلف عن ما نحن فيها. بالطبع أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون هناك إرادة مشتركة وحساسية وتعاون بين العالم الإسلامي بشأن هذه القضية. دع العالم الإسلامي يظل في صراع حول بعض القضايا، لكن عندما يتحدون في بعض القضايا، يعني دع العالم الإسلامي يظل في صراع حول بعض القضايا، يعني لا مش، ولكن عندما يتحدون في بعض القضايا فإنهم يشكلون محوراً له سلطة عقابية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. إذا كانوا يريدون متابعة الآفاق المفيدة المحتملة لهذا المحور، فعليهم الاستماع إلى الصوت الذي يرفعه الآن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتركستان الشرقية في الندوة الدولية الأولى لتركستان الشرقية في إسطنبول. وإن شاء الله هذا القول يسمع، لو يسمع إن شاء الله ستكون خير. هذا لا يكون عبء عليهم ولا تكون مسؤولية يكون لها ثمن ثقيل، بل هي التي ستحييهم. هذه لو تلبية هذه الدعوة واستماع هذا الصوت وتلبية الدعوة التي تنتج من هذا الصوت ستحيي العالم الإسلام وستحيي كل دول واحد بواحد فرد بفرد، وستكون لهم أحسن. ولكن لو كانوا يشعرون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفقهون. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.